انا كمواطن ايه دوري في البلد؟ انا كمواطن اسناوي ايه دوري في البلد؟ النهارده الدوله بتقول لك، انت كمواطن اسناوي، الدوله بتقول لك يا مواطن، يا مواطن، رئيس الدوله معاك، الجيش معاك، الشرطه معاك، بيدعموك طول ما انت بتخدم بلدك، طول ما انت بتقدم للصالح العام، طول ما انت بتحترم القياده السياسيه المتمثله في السيد رئيس الجمهوريه، وبتحترم القانون، وبتحترم تعليمات الدوله، ومحافظ على بلدك، هتلاقي ورا ظهرك رئيس الدوله والجيش والشرطه بيدعموك كمواطن. تمام؟ انت عندك رئيس مجلس مدينه بيشتغل وعايز يشتغل وعايز يقدم خدمه على ارض الواقع، انت كمواطن ساعده، انت كمواطن ساعده. وانا عن نفسي من مكاني ده ومن منبري ده او من صفحتي دي قررت واخذت عهد بيني وبين نفسي وتواصلت مع السيد رئيس مجلس المدينه واتكلمت معاه اني انا هساعد رئيس مجلس المدينه وهساعد المحافظ وهقدم له كل الملفات في نجعي، في بلدي، في قريتي، في القرى اللي جنبي، كل الملفات اللي فيها فساد، اللي فيها اهمال، وهعرضها للسيد رئيس مجلس المدينه ونحلها مع بعض. وتواصلت مع النائب المهندس احمد رمضان، وتواصلت مع النائب العمده تجادم، وتواصلت برضه يعني في نواب كتير سابقين وحاليين عايزين يخدموا البلد، محبين لبلدهم. احنا عايزين نستفاد يا جماعه. الموضوع مش خناقه، ولا موضوع ده بيقول ايه وده بيعمل ايه. احنا الدوله عامله مبادرات خير كتير، عامله مبادرات خدميه كتير، عامله مبادرات تخدم المواطن كتير، بس ما بتوصلكش انت ليه؟ لان في موظفين فاسدين عاشوا حياتهم كلها، عاشوا حياتهم كلها في مكاتبهم، ما بيعملوش غير حاجه واحده بس، يروح يمضي ويروح، يمضي ويعمل خط سير ويمشي. واذا كلفوه بمهمه عشان يقضيها بيقضيها اي كلام، لانه ملوش مصلحه فيها. ده موظفين بلادنا واحنا كلنا شايفين وعارفين، بيخدموا اللي بيخدمهم، واللي ما بيخدمهمش بينوموا له مصلحته. لا، الموضوع ده كان زمان وبطل. النهارده رئيس مجلس المدينه السيد العميد احمد بن انور، السيد المحافظ فاتح مكتبه لكل الناس، لكل المواطنين. انا بقول لك من مكانك، في نجعك، في قريتك، في شارعك، اي حاجه انت شايفها غلط او محتاجه شغل او محتاجه خدمه، مفيش مشكله، صورها ووقف عليها وابعتها لرئيس مجلس المدينه، تواصل معاه وتواصل مع السيد المحافظ، وهتلاقي ورا ظهرك رئيس الدوله وهتلاقي الجيش وهتلاقي الشرطه، كلهم بيساعدوك وبيخدموك وبيقدموا لك الخدمه لحد مكانك، طالما فيها مصلحه عامه للمواطن. اوعى تسكت على اي ملف فساد، اوعى تسمح لاي موظف ايا كان هو مين او اي مواطن يهدم البناء اللي بتبنيه الدوله. الدوله بتصرف فلوس بالمليارات، بالمليارات، عشان تطور الدوله وتعمل خطه الدوله للتنميه المستدامه 2030. كلنا عارفين كده. هيجي واحد يقول لي انت بتطبل، لا مش بطبل، انا بقول لك استفيد. النهارده الدوله عامله لك مشروعات حياه كريمه، استفيد منها. النهارده واحد معطل الحفر قدام بيته عشان خاطر ما يبوظش المكان اللي قدام بيته. النهارده واحد منع اللودر انه ينظف الطريق قدام بيته عشان هو مستفيد من المطب اللي عامله قدام بيته، كان عامل له سوبر ماركت او عامل له دكان او عامل له اي حاجه. يا جماعه، الدوله ماده ايدها للمواطن. انا بقول لك الدوله ماده ايدها للمواطن، جايبه لك رئيس مجلس مدينه محترم ميداني عايز يشتغل، جايبه لك محافظ ميداني عايز يشتغل، رئيس الدوله نفسه بيقول لك انا عايز اشتغل، وانت معايا اشتغل، ساعد الدوله.